مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم افضل 10 افكار ل10 افراح ممكن تعملها وتتبسط بيها جدا. طبعا كل اللي في مرحله الجواز وفي مرحله التوضيب، طبعا انا عارف ان هم بيشوفوا ايام سودا من توضيب وسيراميك وإيش سباكه وإيش كهرباء ومحاره وفرش وقماش وطبعا الحاجه اللي عامل حسابك على ان انت هتصرف فيها جنيه بتصرف فيها 10. الحاجه اللي عامل حسابك ان انت تصرف فيها 100 بتصرف فيها 1000. طبعا كل الناس عارفه الكلام ده كله، غير اللي لسه على البر او لسه خاطب، ده لسه مش دريان بحاجه. بس برغم من كل المصاريف دي كلها وبرغم كل التعب، ممكن يجي في الاخر جوازات تتفشكل عشان خاطر الفرح وعشان خاطر الحاجه النهائيه، ده الفينش. وطبعا الفرح ده بيبقى من اهم الحاجات اللي اي عريس وعروسه او زوج وزوجه بيبقى دي ليله العمر واكتر ليله بيتبسطوا فيها في حياتهم، فبيبقوا عايزين يعملوا حاجه ما تتنسيش وفكره ما تتنسيش وتبقى فكره حلوه قوي الناس كلها ما تنساش. عشان كده انا في الفيديو ده جبت لكم 10 افكار، منهم افكار بسيطه وافكار متوسطه ومنها برضو الافكار العاليه. جبت لكم 10 افكار افراح، كل اللي على وش جواز او كل اللي لسه ما اتجوزش كله يحتفظ بالفيديو ده عشان مصيره هينفعكم في يوم من الايام. شوف ميزانيتك وشوف اللي تقدر عليه، وان شاء الله في ال10 افكار دول هتلاقي حاجه تناسبك فيهم. ولو مفيش حاجه مناسباك وعايز افكار تانية قولوا لي وانا هعمل لكم فيديوهات وافكار تانية عن نفس الموضوع ده. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. عشان في ناس بتعشق المية وبتعشق الهواء وبتعشق الشمس والسماء وبتعشق الليل وبتعشق الحاجات دي كلها، فيختي كيوبيد جايب لك فرصة جميلة جدا انك تعمل فرح مميز قوي وما يتنسيش. يختي كيوبيد بيشيل لحد 100 فرد، اليخت ساعته 100 فرد. ممكن تعمل فرحك الصبح في النهار في الشمس وفي الهواء في فرح جميل جدا، وممكن برضو تعمله بالليل ان انت تلف بالليل في وسط النيل في وسط الهواء والميه. طبعا المده لمده ساعتين بيبقى تكلفته 3400 جنيه، 100 فرد لمده ساعتين. طبعا في المكان قابل للزياده كوقت وقابل للزياده كسعر وقابل للزياده في كل حاجه. ال 3400 جنيه دول بقى شاملين الدي جي وشاملين الليزر وشاملين الكوشه وايجار اليخت لمده ساعتين. هتستمتعوا جدا وهتقضوا ساعتين حلوين. طبعا في ناس تستقل الساعتين دول، بس في ناس عندهم الساعتين دول بالدنيا كلها. فان الساعتين بالسعر ده ل 100 فرد انت واحبابك، وهترقصوا وتتبسطوا وتتصوروا وتقضوا فرح جميل ما يتنسيش. فدي فرصه حلوه قوي ليخت كيوبيد. وكمان اليخت مش افراح بس، ممكن تعمل فيه اعياد ميلاد، ممكن تعمل فيه حفلات خطوبه وحفلات تانية كتير. فلو عايز يخت كيوبيد وعجبتك الفكره دي، اتصل على الرقم اللي يظهر قدامك على الشاشه ده وكلمهم وتواصل معاهم واحجز معاهم، وان شاء الله يبقى فرح حلو قوي. تاني مكان معانا بقى، فهو المكان ده لاهل شبرا. طبعا هو مش لاهل شبرا بس، للناس كلها، بس هو المكان ده في شارع الترعه قبل شارع خلوصي بشويه، مكان جراج الترعه القديم. قاعة اسمها قاعة الماسة. القاعة دي لسه جديدة، ما بقالهاش كام سنة. قاعة حلوة قوي، لسه فرشها كله جديد في جديد. القاعة تكييفها حلوة قوي، مساحتها حلوة، والاستاف هناك بيتعامل بطريقة حلوة جدا. في بره اماكن حلوة للسيشن، ممكن تعملوا سيشن قبل ما تخشوا اصلا القاعة. في هناك تبع القاعة بقى كاميرا سي دي بتصور، بتديك سي دي للفرح فيديو، وبتديك سي دي صور للسيشن اللي انت خدته بره. طبعا السعر بقى جوه القاعة بتشيل لحد 300 فرد، ممكن تحجزها 100 فرد و200 فرد وممكن 300 فرد. لو 100 فرد هيبقى ثمنها 7500، لو 200 فرد هيبقى ثمنها 9000 جنيه، لو 300 فرد ثمنها هيبقى 10000 جنيه. الاسعار دي بقى شامله ايه؟ شامله كل حاجه، شامله بقى كوشه بيست طبعا مضيء، شامله دي جي، شامله ليزر، شامله كمان تورته 3 ادوار، شامله السي دي بتاع الفيديو الفرح والصور، شامله حاجات كتير قوي. طبعا لو القاعه عجبتك والصور بتاعتها عجبتك، اتصل على الرقم اللي يظهر قدامك على الشاشه دلوقتي واحجز وشوف وظبط لفرحك، ان شاء الله يبقى احسن فرح. المكان بقى اللي جاي معانا دلوقتي فهو في شارع البحر الاعظم. شارع البحر الاعظم على مدار النيل كله فيه قاعات كتير قوي حلوه، بس بصراحه انا بصيت عليهم كلهم، من اميز القاعات بقى اللي فيهم بمميزاتها اللي هقولها دي هي قاعه كونكورد. قاعه كونكورد اللي في شارع البحر الاعظم على النيل. القاعه بقى جايه داير ما يدور، كلها ازاز في ازاز، بتبص على النيل. موقعها حلو قوي، الاستاف حلو قوي، بيهتم بادق التفاصيل اللي موجوده في القاعه من اصغر حاجه لاكبر حاجه. القاعه بتشيل من اول 150 فرد لغايه 350 فرد، فايا كان عدد معازيمك فانت القاعه دي هتبقى مناسباك حلو قوي.
وسعرها بيبتدي من اول 9000 جنيه لل 150 فرد لحد 12000 جنيه. طبعا بقى الاسعار دي بقى هتبقى شامله ايه؟ خد عندك بقى. اول حاجه تصوير فوتو سيشن هيبقى قدام القاعه وطول الفرح في مصور فوتوغرافر معاك طول الفرح بيصور فيك انت والمعازيم، وانت هيبقى ليك 2 صوره خاصه في البوم، ويعمل لك كمان صوره 20 في 30 برواز يطبعه لك. بس كده؟ لا مش بس كده. تاني حاجه معاك دي جي ليزر والكوشه والزفه اللي هي بتاعه المشاعل دي، والزفه دمياطي، وفي حاجات كتير قوي عروض كمان بيقدموها للزباين اللي بتيجي عبر الفيسبوك. كمان اسعارهم دي بتبقى شامله على كل ترابيزه ازازه ميه معدنيه، ولكل حد البوفيه بقى بيبقى عباره عن طبق فيه قطعه جاتوه وقطعه بيتزا صغيره، باتون ساليه وكنز بيبسي. وكمان التورته بتاعت العريس والعروسه بتبقى تورته 4 ادوار مش اللي هي 3 ادوار. فدي كلها مميزات حلوه كتيره قوي في قاعه كونكورد اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا في الصور. فالقاعه دي لو عجبتك وعايز تحجز فيها اتصل على الارقام اللي هتظهر قدامك دلوقتي حالا على الشاشه. اما بقى المكان اللي معانا دلوقتي فهو اللي كان مفاجاه، هو جزيره المعادي. جزيره المعادي احنا عارفينه مكان كخروج جميل جدا وواسع وكله خضره وبيطل على النيل، وفي اماكن مساحات واسعه كبيره قوي وحلوه قوي. رشحناه قبل كده لاماكن فوتو سيشن، بس اكتشفت ان هو طلع كمان مكان بينظم افراح وبينظمها باكبر كفاءه وبكفاءه عاليه جدا. نظام شديد قوي هناك، بينظم لك الفرح في مكان مفتوح حلو وسط الخضره وسط النيل. ممكن تعمله كمان في النهار فرح بقى امريكاني حلو جدا، وممكن برضو تعمله بالليل زي ما انت عايز. الميزه في المكان ان انت ممكن تروح الصبح تاخد السيشن بتاعك اللي انت عايزه، والمعازيم كمان هيقدروا يتصوروا وياخدوا صور سيشن حلوه قوي ليهم، وهيتبسطوا جدا بالفرح بتاعك ان هم عرفوا ياخدوا فيه احسن صور. طبعا بيبقى كله لابس ومتشيك فياخد صور حلوه جدا. المكان كبير ومفتوح، المكان بيشيل عدد افراد اللي طبعا اللي انت عايزه، وبيبتدي من اول 8500 جنيه ل 100 فرد. وطبعا في ارقام هتظهر قدامكم، الارقام دي اللي عايز يتصل ويحجز. طبعا في اوبشنات كتير للحجز، في عدد افراد ازيد. طبعا كل حاجه بيديك طبعا الدي جي والكوشه والليزر والحاجات دي، بس في اوبشنات كتير قوي عندهم. انت كل ما تشوف الاوبشن اللي انت عايز تزوده هتزوده، وكل حاجه هتزودها طبعا بيبقى لها سعرها، وبرده بتبقى حاجات اسعارها حلوه جدا. انا شايف ان المكان مفتوح جدا وجميل، وزي ما احنا شايفين في الصور مكان حلو جدا. وبالنسبه لاسعاره اللي انا قريتها على الصفحه الرسميه بتاعتهم فدي كانت حاجه مفاجاه ليا جدا. فالمكان ده من اكتر الاماكن اللي برشحها انك تعمل فيها فرحك، هو المكان ده من وسط ال10 اماكن كلهم. اما اختياري بقى للمكان دوت اللي جاي معانا فهو اختيار مميز جدا بالنسبه للناس اللي هم سكان مصر الجديده ومدينه نصر، الناس اللي حالتها مش مزنوقه او ما اتزنقوش في تجهيزات قوي وعايزين يعملوا فرح اسطوري وفرح حلو جدا، فيروحوا على فندق تريام. فندق تريام في اللي في مصر الجديده بيعمل عظمه هناك يا جماعه. من اول الزفه اللي بتبتدي من تحت من اول باب الفندق لغايه طلعه السلالم كلها لغايه ما يخشوا القاعه، زفه جميله جدا. الدي جي جامد، القعدات في القاعه حلوه قوي، بيبقى فرح فعلا اسطوري. بيعملوا لكم اوبن بوفيه فيه كل الاكل وكل الحلو وكل الحلويات وكل حاجه، اللي هو الافراح اللي هتبقى المعازيم ماشيه مش هيعرفوا يعلقوا على حاجه في الفرح، مش هيعرفوا يقولوا على حاجه في الفرح وحشه. وطبعا بيبقى في وحده كبيره تصوير، وفي كاميرات كتير بتصور، فوتوغرافر وكاميرات فيديو. هتستلم فيديو فرح تقدر يعني بص تحس ان هو فيلم سينمائي مش فيديو فرح. فيديو فرح على اعلى مستوى، وكاميرا فوتوغرافر هتديك صور جامده جدا. هتقدر تاخد هناك سيشن. في اوبشن كمان للعريس والعروسه ان هم هياخدوا اقامه ليلتين مجانا. طبعا كل ده باسعار حلوه جدا. طبعا في ارقام هتظهر قدامنا على الشاشه، هتتصل على الرقم اللي هيظهر معانا على الشاشه دوت وتقول لهم ايه اللي انت عايزه بقى ومحتاجه. في هناك اكتر من قاعه، وكل قاعه بحجمها، في 100 فرد 150 و200. وانت طالع طبعا هتشوف القاعه اللي مناسباك بالعدد اللي مناسبك وتروح تتفرج على القاعات، وان شاء الله يبقى فرح اسطوري. اما بقى الاختيار اللي معانا دلوقتي فهو دار المركبات اللي في صلاح سالم في طريق سكه البيضاء في العباسيه. المكان دوت حلو جدا يا جماعه. في فكرتين ان انت تعمل فيهم فرح، في قاعه وفي مكان برضو خارجي. القاعه تكلفتها 12000 جنيه شامله 150 فرد، شامله دي جي والكوشه والتصوير والفوتوغرافر واللازم منه كل الحاجات بتاعه الفرح بقى اللي احنا عارفينها دي، وشامل كمان اوبن بوفيه لل 150 فرد. زائد كمان ان انت لو مش عايز تعمله جوه عايز تعمله في مكان مفتوح، فانت ممكن تطلع بره بيشيل لحد 200 و250 فرد، يعمله هو بتكلفه 18000 جنيه برضه اوبن بوفيه، وشامل طبعا كل اوبشنات الفرح، الليزر والاضاءه والكوشه، وطبعا كل التفاصيل اللي انتوا هتعرفوها اول ما تروحوا هناك. لو المكان عجبكم في الصور والفيديوهات اللي احنا بنعرضها دي، لو المكان عجبكم هتقدر تروح هناك وتعرف كل تفاصيل اكتر من اللي احنا بنقولها دي.
طبعا القاعات دي حلوه جدا ومناسبه قوي كمان لاعياد الميلاد والخطوبه، مش افراح بس يعني، ولاي مناسبه ممكن اي حد يعملها. طبعا مش دار المركبات بس، كل القاعات اللي احنا قلناها وكل الافكار اللي احنا بنقولها دي في هي الافكار دي تنفع لحفلات اعياد ميلاد، حفلات خطوبه، افراح، اي مناسبات انت عايز تعملها. الاختيار بقى اللي جاي معانا ده فهو دار المشاة اللي قدام الهيئة الهندسية في مصر الجديدة عند شارع إحسان بن قدوس. في دار المشاة بقى هنلاقي 4 قاعات: قاعة الفيروز والقاعة المنسية وقاعة الجوهرة وقاعة اللؤلؤة. 4 قاعات، كل قاعة مميزة بحاجة مختلفة عن التانية، وكل قاعة بعدد مساحة شكل، وكل قاعة بعدد أفراد، وأسعارها كلها بتتراوح من أول 9000 جنيه لحد 100,000 جنيه. الرقم يخض، بس لا، هو كل حاجة هناك بتمنها. من أول 9000 جنيه دي أصغر قاعة ل 100 فرد 9000 جنيه. وطبعا هتروح تعرف الأوبشنات بتاعتك هناك لغاية 100,000 جنيه. طبعا دي بتبقى بتشيل حوالي 600 أو 700 فرد. أما بقى المكان اللي جاي معانا دلوقتي فهو ده المكان بقى اللي جديد وطازة لسه 2021، وبمناسبة الافتتاح فهم عاملين عروض حلوة قوي على صفحتهم الرسمية. عندهم هناك افكار كتير، مكان كبير قوي ضخم، مجمع كبير قوي ان انت تقدر تعمل فيه افراح. عندهم قاعه اسمها سيليا، كازابلانكا، ولافي، واوبشنات كتير. عندهم اللي ب 6000 جنيه و7000 جنيه، 10000 جنيه وانت طالع طبعا. وكل حاجه عندهم ليها مميزاتهم، عندهم اكل وعندهم شرب وعندهم كوشه وعندهم تصوير وعندهم كل حاجه، كل الاوبشنات اللي انت هتحتاجها. وزي ما هنشوف في الصور المكان كله جديد وممتع وجميل، وكله اماكن سيشن حلوه قوي ممكن ناخدها هناك. عاملين عروض حلوة قوي واسعار حلوة قوي على صفحتهم بمناسبة الافتتاح، وخصم خاص للافراح واعياد الميلاد والحاجات ديت. فانت لو انت من عندك حاجة مناسبة قريب وبتدور على حاجة، خش على صفحتهم هتلاقي حاجات. انا لقيت فعلا حاجات يا جماعة ب 4800 جنيه. هي ساعتين بس، كان بالنسبة للمكان والخضرة والحاجات الجميلة اللي حواليه ب 4800 جنيه الساعتين، ده كان حلو جدا. فانت خش ودوروا وهتلاقوا حاجات حلوه قوي على الموقع بتاعهم الرسمي اللي هو هيظهر قدامكم دلوقتي بنفس الاسم بتاعهم اللي هو جويل بانوراما بارك. اما بقى اخر فكرتين معانا انا جبت لكم، هي نفس الفكره بس انا جبت لكم مكانين عشان خاطر المسافه طبعا بالنسبه لاهل المكان ده واهل المكان ده. هي الفكره اللي جايه دي فكره الفيلا، ان انا جبت لكم فيلا، في فيلا في جمعيه عرابي في العبور، دي فيلا حلوه قوي. وفي طبعا فيلا الكتير، مش لازم بالاخص الفيلا دي، فيلا الكتير متاحه للافراح. لو انت بس دخلت على جوجل وكتبت فيلا الافراح بالعبور او بجمعيه عرابي هيطلع لك افكار كتير قوي. فيلا باسم مادي في جمعيه عرابي، اسعارها حلوه قوي، من اول 10000 11000 جنيه، بتشيل لحد 100 فرد. مكان بقى مقفول عليه، كوشه قدام حمام السباحه، قدام الجنينه، ترابيزات حلوه، دي جي والليزر. مكانك مقفول عليك، مفيش اي حد بيخش عليك غريب. من الافكار المميزه جدا، وبرده من الحاجات المميزه الافراح اللي ما بتتنسيش اللي هي افراح الفيلل دي. وهناك بيقدموا لك كل حاجه انت عايزها، من اول الديكورات بيقدم لك ديكورات كتير تختار منها اللي انت عايزه، لون الفرش، بتختار الدي جي، كوشه عايز تحطها فين، كل اللي انت عايزه، كل التفاصيل اللي انت عايزها. الاكل برضو لو عايزهم هم يجيبوا لك اكل هيجيبوا لك، كل اللي انت عايزه متاح هناك عندهم. فانت ممكن تكلمهم على الارقام اللي هتظهر قدامنا دلوقتي وتتفق وتشوف المكان الحاجه اللي تناسبك بالنسبه لهم هناك. الفيلا الاخيره بقى معانا فهي فيلا الكارما. فيلا الكارما الاولانيه في جمعيه عرابي في العبور عشان الناس اللي في محيط العبور، والتانيه بقى في المريوطيه عشان الناس اللي في محيط بقى الهرم والجيزه والمريوطيه والحاجات دي. فهي فيلا الكارما نفس الكلام برضو، فيلا جميله، اماكن خضره واسعه، فيلا مقفوله عليك، كل الاوبشنات اللي انت عايزها، وكوشه وليزر واضاءه وتصوير، كل اللي انت عايزه هتلاقيه عندهم هناك. الفيلا دي بقى بتشيل لحد 200 فرد، وعندهم برضو في اكل محترم، ممكن يبقى جاتو، باتون ساليه، بيتزا، باتيه، مش عارف اي حاجه انت هتختارها. اختار الاكل اللي انت عايزه، اختار برضو الفرش، اختار مكان الكوشه، اختار اي حاجه انت عايزها هيعملوها لك. الناس حلوه قوي، بتريح الناس قوي. العنوان طبعا بالتفصيل هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه مع رقم التليفون. لو انت حابب تحجز في المكان ده اتصل واحجز على طول. وبكده انا خلصت 10 افكار ل10 افراح ممكن تعملهم. لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تقول لي رايك في كومنت الفيديو. لو عايزين فيديوهات تاني عن افكار كتير، في افكار كتير قوي الافراح، وقريبا برضه هعمل لكم احسن 10 افكار للسيشن جديده ومختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.